الان انت اسال سؤال، المرجعيه ليش اوقفت خطبتها؟ ممكن سؤال، ممكن اريد جواب. ليش؟ حتى تتجنب الاحراج. تعرف ليش؟ لانه شافت انه وصلت انه تصطدم بالشعب النوم. 2015 انقذت النظام من السقوط، 2016 انقذته مره ثانيه، 2018 انقذته مره ثالثه، 2019 انقذته للمره الاخيره. وقالت 4 خطوات، وين هن ال4 خطوات؟ اجت حكومه من خارج، من بعيده عن الاحزاب، الحكومه المؤقته ما اجت. حكومه كاظمي انقذ حكومه طائفيه اجت على العراق من جميع الاحزاب، كل مدراء الدوائر، وكلاء الوزراء، هم جميع المؤسسات متكامله، الاحزاب متصله بها. شنو اللي يتغير؟ شنو اللي يتغير؟ انا امامي بس طريقتين، اما اطلع ثوره او اروح صندوق انتخابي. اذا الصندوق الانتخابي اللي قدامي مزير ومزور والاحزاب تعبت فيه وتعبت فيه الدول، انا شلون اروح له؟ كناخب شلون اروح انتخب؟ شلون تصير عندي ثقه بالعمليه السياسيه؟ اذا العمليه السياسيه تقودها ايران وامريكا، شلون يصير عندي ثقه بالعمليه السياسيه؟ شلون يصير عندي ثقه او ادخل لاي عمليه انتخابيه مع وجود هاي الاحزاب اللي موجوده بالبلد؟ اذا الصندوق فاشل. طيب ثوره، هل نطلع ثوره؟ شلون؟ راح يصير عندك اسقاط نظام، شلون؟ راح تصير سوريا ثانيه. ليش؟ سلاح منتشر. يعني الدليل على انه الدوله ما مسيطره على مجموعه شيوخ او عشائر او غيرهم. تشوف وصلت لهناك واجى عميد سلام ورجع مقدم ما اعرف شو اسمه، واجى مكافحه الارهاب وسووا لك القضيه ولا تقول مسلسل قوادلكم. تتذكرونه؟ هذا يوميا طالعين بحلقه شكل. انا لا شايف عميد سلام طهر له واحد، ولا شايف واحد ذبح له دجاجه. ناس مجرد حكومه اعلاميه بوح بارخين تعبانين من مصطفى الكاظمي، العبد الوهاب الساعدي، الوزير الداخليه، الوزير الدفاع، كل قوى الامن. مؤسستنا العسكريه مؤسسه تعبانه، مؤسسه الفساد يسري بيها من جميع القاده، من قاده الفرق الى اخر كنت موجود بها، مع احترامي للناس النزيهين والوطنيين اللي بها، كلهم فاسدين. هذه المؤسسه العسكريه اللي هي المفروض تحمي، المفروض تحميني او تحمي بلدي. طيب اذا مؤسستي العسكريه فاسده، من يحمي لي بلدي؟ اذا مؤسسه الداخليه فاسده وتابعه للاحزاب، والعسكريه تابعه للاحزاب وفاسده، من يحمي لي بلدي؟ هذا باب موظفين الدوله بكامل وزاراتهم، بكامل دوائرهم، بكامل المؤسسات الموجوده. الى الان موظفي الدوله الفساد عندهم عباره عن قبله، الكل متجه. انت لا تجي تقول بس المسؤول فاسد، لا، المسؤول شلون فسد؟ لانه الموظفين فاسدين. من يقدر يحكي؟ من يقدر يقول فلان فاسد؟ ناس تطبل العدنان الزرقي، وناس تطبل الفايق الشيخ علي، وناس تطبل للكاظمي، وناس تطبل النور المالكي، وناس تطبل المقتدى الصدر، وناس تطبل كل واحد موجود فيها، وشيل المرجعيه، وشيل ايران، وشيل امريكا، وشعب صاير 330. شلون يصير تغيير؟ تريد من عندي انا المواطن اقدر اغير؟ شلون اذا ما قلنا كل احنا قومه واحده؟ اذا ما طلعنا جريناهم من البيوت. انت صندوق ما يصير عندك، لا تسوي لي. ترى هاي الخيام ترى مو ثوره، الخيام اعتصام على مطلب. احترموك اعطوك اياه، ما احترموك يرفعونك في قندره ويسدحون الساحات وانتهى. وهاي بوادرها. اعرف الثوره تدري شلون؟ تطب السحله من البيت متعلقه على الجسم. هاي الثوره انا لي حق وضايع وطالبت بيه سنوات، ما حد احترم سلمي. اطب له سحله من البيت، كائن من يحكم، محمم لابس قاط معقل افندي معرين، اطب سحله من البيت. هاي الثوره. غير هذا الحكي عوفونا من التنظير، وعوفونا من اجتماعاتكم الفارغه وتسجيلاتكم السياسيه اللي اجت بوادر. سال لعابكم حتى بالناشطين، مع احترامي للبعض، وحتى بالخيام والمتظاهرين، سال لعابكم على كلمه انتخابات وبكت تحصلوا لكم منصب او منفعه شخصيه. لك عيب، لك عيب. انت امام العراق، انت امام بلد عمره 9000 سنه. انت افهم انه انت اذا طلعت من سنه، من قبل 7 سنوات احنا نايمين بالساعات وما طالبنا بشيء. استحوا وعرفوا انه العراق
هذا العراق من ما تستحون. المراجع عليها ان تستحي. اولا القيادات اللي هي تعتبر قيادات حزبيه، وانا متاكد ما حد راح يستحي لان المسلحه طاح نقطه وطاحت بالقاع. ثلاثه جميع مؤسسات الدوله، جميع الوزراء، جميع اللي موجودين بالدوله عليها ان تعرف الما طاح اليوم باكر يطيح، بس طيحه عن طيحه، اكو طيحه وتتنحى واكو لا سحل بالشارع. عدلين ميتين هي هاي راح تصير. لان ما وراكم نتيجه. لو نشوف اكو بصيص عمل بالتغيير ومحاسبه فاسدين، لا والله انتظرنا وننتظر ما يخالف في سبيل الله يراق دم العراقيين، ولكن يكون ما وراكم نتيجه. وكل هذا وانا متشتت، انا احمد الحلو متشتت هسه منتظر شو وقت ما يتفقون كم خيمه على اي يوم انا راح اطلع كمواطن. بس ارجع واقول لكم الحلول وضعناها ب 2015 و2016 و17 و18 و19 وكتبنا دستور وشكلنا حكومه انقاذ وشخصنا القضايا ونندر ونعرف وماكو سياره تمشي اذا ما يسوقها شخص، لان تقعد تصعد بيها وتبقى قاعد ما بيها سايق. شلون توصل لبغداد او شلون توصل للناصريه؟ سياره واقفه. انتم جاي تروحون بمكانكم، لا عندكم قياده ولا منظمين، مجرد مجموعه خيام، خيمه تسقط بخيمه، ناشط يسقط بناشط، ما تعرفون شو تريدون، ما تعرفون شنو الهدف اللي عندكم، شي تصيح كذا، شي تصيح كذا، وهي كلمه واحده بس كلمه واحده، تعلن اسقاط نظام وتصر على القضيه، ينزلوني بوسوق قناطر. تحياتي.